ربما بعض الإخوة يتساءلون بدافع العاطفة إلى متى؟ أنا كنت نتحدث مع الإخوة المغاربة عندها في سنة في 2021، كنت أقول لهم الحمد لله على قطع العلاقات لكي لا نصل إلى الحرب، لكي لا نصل، نحن إخوة في الأخير، نبقى إخوة مسلمون وجيران وربما تصلح الأحوال في المستقبل. يحدث أن رئيسي اللي هو عبد المجيد تبون في آخر حوار مع لو فيغارو الفرنسية يقول نفس الشيء الكلام اللي قلته، لو بقيت العلاقات لكنا رايحين إلى حرب، يعني يوقع فيها العداء من جهة والرد من جهة أخرى، وربما على بضعة جنود ربما تقع الحرب وتصل إلى ما لا يحمد عقباه. إذن أنا بالنسبة لي أحمد الله كثيرا على قطع العلاقات مع المغرب، وأدعو النظام الجزائري أن لن يفتحها أبدا إلا إذا سويت جميع الأمور السياسية والخلافات بين الجزائر والمغرب نهائيا، وتسوى الخلافات الاقتصادية لكي يستفيد خيرات الجزائر، يستفيد منها الشعب الجزائري، ولا تذهب إلى شعب نظامه عدو لك بمعنى الكلمة. كملت الكلمة تاعي وما. طيب أنا أطالبك ألا تقحمني في الموضوع لأنني أنا بعيد. أنت الآن تكلمت عن ضحية وجلاد. أنا أتمنى من الأخ ياسر في مداخلته أن يوضح من هو الضحية ومن هو الجلاد، ولماذا كانت ستكون الحرب أصلا. أنت تكلمت 3 دقائق. تفضل أخي ياسر. أولا نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا طبيب قلوبنا ونور عقولنا. هذا ما نبتدئ به، فهذا سلامي لجميع المشاهدين. أولا الأخ يتكلم عن المساواة بين الضحية والجلاد. من هي الضحية ومن هو الجلاد؟ الضحية من نافحت عن الجزائر في الأمم المتحدة، وكان أول من يترافع عن الجزائر بعربية فصيحة جلالة المغفور له محمد السادس. سجلوا هذه النقط حتى السادس أو الخامس؟ محمد الخامس، نعم، الذي ترافع عن الجزائر وقال نحن لا نرضى أن يعيش أهلنا وأحبابنا بهذه الحال من طرف المستعمر الغاشم الفرنسي. أين الضحية وأين الجلاد؟ نحن الذين أوينا مجموعة وجدة، سجلوا لكم مجموعة وجدة التي كان على رأسها أبو خروبة الرئيس الجزائري الذي أراد أن يضع لنا حجر في الصباط. هذه مجموعة أبو خروبة، مجموعة وجدة كان يحتضنها المغرب، أول إذاعة للمقاومة داخل المغرب. والبارحة كان معنا شخص نتمنى أن نستضيفه هنا، كان معنا ابن صاحب المقهى التي كان يسكن فيها أبو خروبة بمدينة بركان، وسنستضيفه إن شاء الله. ابن صاحب المقهى، ولا زال يتذكر الصغيرة والكبيرة. أين الضحية والجلاد؟ عن أي ضحية تتكلم وعن أي جلاد تتكلم؟ عندما يخرج تبون ويقول كان قطع المجال الجوي درءا للحرب، إذا كنتم تتدارسون الحرب، إذا كنتم مستعدين لخوض حرب على المغرب في الوقت الذي يخرج فيه محمد السادس ويقول ها هي يدي ممدودة. يعني في الوقت الذي محمد السادس يقول يدي ممدودة كواليسكم تناقش الحرب. أين الضحية وأين الجلاد؟ الماثل أمامك أخي الكريم يقول بعظمة لسانه أنه إن واجه مغربيا أمامه وجها لوجه فإنه سيتلذذ بقتله. يقولها في لايفات مسجلة عليه إلى يومنا هذا. جميل. الماثل أمامك، أنا أجيب على نقاطه، إن أراد أن يوقفني فله ذلك. لا أنا ضبط الوقت، باقي لك دقيقة واحدة. دقيقة. الماثل أمامك الذي يقول أنا مع قطع الحدود لكي لا تذهب خيرات الجزائر،
تعال لنرى ما هي صادرات المغرب من الخيرات. شنو هذا؟ قفل يا ياسر، قفل يا قادر. خلاص تمام اوكي قادر وقف. هو يعتبر انه الان انت تعديت الوقت. اوكي قادر، لك مثله ساعطيك. اذا انا اعطيته زياده اعطيك زياده في الفقره الاخيره. انت قلت يا ياسر انه اذا يا قادر اذا وجدت مغربيا امامك ستقتله. هذا كذب عادي، كاذب متداول بدون دليل كصاحب الذي كان هو يقول انك مسجل وانك موثق. ياتي بالتسجيل انا ننتظر. هذا في سنه يقول نفس الشيء. فلن نضع اي تسجيل في هذه الحلقه. راك بديت تقاطع. لا غير بلاتي هذه فاتني واستسمح. سوف لن نستدل في هذه الحلقه باي مقطع مسجل ولا باي فيديو. جمجمتك امام جمجمتين لا اقل ولا اكثر. تمام. طيب يا اخي قادر تفضل، لك 4 دقائق. انا قلت اذا قامت حرب بين الجزائر والمغرب وكنت في الجيش الجزائري لن اتوانى باش نكون حرب. اذا جاتني اوامر باش نقوم بحرب. لماذا يا قادر؟ لماذا الحرب اصلا؟ لا ما انت لا تتدخل. انت ما لا انا اريد اسال انا. تقول اذهب اليه. الان انتم تتكلموا عن حرب. لماذا الحرب؟ نجاوبك. نتكلم عن الحرب. نتكلمك عن الحرب. كلمة الماثل لا تقولها عني، تنجم تقولها عن نفسك. أنا ما جزائري لا أعرف الخضوع. أنا لست أمثل. أنا هنا ضيف، لست ماثلا. أنت ربما تعتبر نفسك ماثلا، أنا لست ماثلا. إذا ما تكلمش عليا بهذا اللطا. أنا جزائري ما عنديش. لا لست ماثلا. شوف يا أخي، كلام تاع محمد الخامس والاستعطاف وما قال. محمد الخامس تكلم مع الجزائر في الأمم المتحدة، ولكن كانت فرنسا عندها 3 قواعد عسكريه تضرب الجزائر، منها وجده ومكناس وسلا. كان عندها قواعد تضرب الجزائر من المغرب. في المقابل محمد الخامس هل كان له خيار انه هل يستقبل ولا يستقبل؟ كانت الثوره الجزائر كانت ذاهبه للاستقلال لا محاله، ومحمد الخامس كان يخاف على راسه من اشعاع الثوره الجزائريه ومن جمال عبد الناصر. كان يخاف على مملكته، كان يتملق للجزائريين لكي يحافظ على ملكه. هو محمد الخامس لم يكن يضمن نفسه. محمد الخامس في 56 يوم الاستقلال باع كل أملاكه وحولها إلى أوروبا، منها منها محلاته في ميلان الإيطالية للمجوهرات. باع كل أملاكه لأنه هو نفسه لم يكن يضمن نفسه أنه سيبقى سلطان على المملكة. كان خايف على نفسه. ونعرفوا كيفاش كانت النهايه تاعه. قتل في 51 بسن 51 سنه، في سن 51 سنه على عمليه 15 على 15 في 15 دقيقه. توفي بطريقه غريبه. اذا كلام تاع تساعد الثوره وما تساعدش الثوره. انت ساعدت، انت صح غمضت العينين على بعض المجاهدين، لكن في المقابل اعطيت لفرنسا قواعد عسكريه تضرب الجزائر منها. في المقابل محمد الخامس ونظامك كان يأخذ العمولات والأموال الجزائرية. الجزائر لم تصرف عليها المغرب قطا. الإذاعة الجزائرية كانت بأموال جزائرية، والمجاهدين الجزائريين لم يثقوا في النظام المغربي وحولوا كل أرشيفهم إلى ليبيا لأنهم لا يثقون فيكم. المالك كان المخابرات الجزائرية أو المخابرات اسمها المالك. فيما يخص الحرب أخي أسعد، المغرب لا يتحكم في نفسه. النظام العالمي ومنهم إسرائيل قرروا أنهم تكون حرب في شمال إفريقيا. الدولة الوظيفية والمستعملة والقفاز الذي يستعملونه في الوسخ هو المغرب. انتهت 3 دقائق حتى لا 4 ياسر. انا اضفت له واحده لانه انا اعطينك زياده، باقي له دقيقه. دوله فقيره يستعملونها كقفاز. الجزائر محضره نفسها لجميع السيناريوهات. الجزائر ليست المغرب من تستعمر لها جزيره او قطعه. الجزائر محضره نفسها الى جميع السيناريوهات ومنها المغرب كذلك. طيب. كملت كلمة. طيب أنا بصراحة أنا من مداخلتك هذه لم أفهم لماذا الحرب. أنا كمتلقي اعتبرني مشاهد مش مدير. مشاهد. أنا طلبت منك. طيب نحاول نفهم من ياسر يا أخي، نحاول نفهم من ياسر. حاول مساعدته. خليه. لا والله لا أساعد أحد. يا أخي قادر. يا أخي أنا أدير أنا يا أخي اسمعني لو سمحت. أنا أدير هنا أديرك. أنا سألتك سؤال وأنا الآن مع ناس يشاهدونك. اعتبرني أنا مشاهد الآن. لا أعلم لماذا الحرب.
أنت تقول بعظمة لسانك كانت ستندلع حرب. لماذا؟ لم أفهم شيء من مداخلتك. إذا عندك تفسير في المداخلة الثانية قولها. دقيقة، خليني أفهم وجهة النظر المغربية. لماذا الحرب يا ياسر؟ الحرب لأن الجزائر يحكمها العسكر. وماذا يسعى العسكر؟ إلى ماذا يسعى العسكر؟ ما هو حكم العسكر؟ فهو عسكر، مهمته الحرب، مهمته خلق الفتن، مهمته خلق العداوة والبغضاء. فالماثل أمامك أخي الكريم لا يتكلم إلا على الحرب وعلى القتل وعلى الجلد وعلى السلخ. وعندما يتكلم على محمد الخامس ويقول متملق، وهو تملق لي أكثر من 3 أشهر حتى أكون معه هنا وحتى أحضر إلى هذه ما يسمى بالمناظرة، وأنا لا أرقيها إلى مكانة مناظرة، فهي ليست مناظرة. أتمنى أن ترتفع لتصل إلى مناظرة، هي ليست مناظرة، هذه نعتبرها دردشة في مقهى على المواقع. عندما يقول محمد الخامس يتملق، من كان يحكمك أنت عندما كان يحكمني محمد الخامس؟ عندما كنت متشردا ضائعا. جزائر سجل جزائر جريحة بدون حاكم، ليس فيها حاكما، ليس فيها رئيس، ليس فيها دولة، ليس فيها حكومة، وإنما فيها فرنسا تصول وتجول. معاهدة اللمغنية التي أمضيناها، هل أمضيناها مع الجزائر؟ أمضينا معاهدة مع فرنسا. لم تعبركم فرنسا ولم تقل هذا ينوب عن الجزائريين. أين أنتم حتى تقول رئيس محمد الخامس يتملق؟ محمد الخامس لو كان يتملق لما كان مصيره المنفى. نفي محمد الخامس من بلده، هو كان عصيا على فرنسا أن تأخذ منه إمضاء. اسمع، في عندنا أغنية شعبية من العيوط، وهنا تحية لشيخنا الكبير وكاتبنا والمفكر الشعبي حجيب، لأن مع هاد الناس حجيب يعتبر مفكر كبير وهو مغني ديال العيطاء. كيقول القيس والجمعة ولات خميس، الله يرحم الخميس فاتح المدارس، قالوا لي نسيني والله ما نسيني، ولا نخرج ديني راه شعبي باغيني. هذه الأغنية من العيطاء قيلت ولا زالت إلى اليوم نتغنى بها لما أرادوا من محمد الخامس تنازلات فأبى، وكان مصيره نفي. هنا أرجع إلى مداخلته الأولى، وأنا هنا أؤكد على أن لا أمر أي سؤال إلا وأن أجيب عليه، لأن الماثل أمامك أخي الكريم جاء مشحونا بمجموعة من الأسئلة والجالس أمامكم له الأجوبة. يقول أنا مع غلق الحدود لأن الخيرات لا أريدها. أي خيرات تتكلم؟ ما هي صادرات الجزائر؟ ما هي صادرات الجزائر من الخيرات؟ ونحن نسمع شباب من الجزائر يقولون الحليب أصبح مجاز للوضوء، الحليب أصبح جائز للوضوء، الحليب جائز للوضوء. عن أي خيرات تتكلم ستأتي إلى المغرب؟ وإنما إن غيرنا كلمة خيرات إلى كلمة أخرى فكلامك صحيح. انتهت.